سلام سلام غاليات، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، هنيين ومتهنيين وصحتكم لاباس. فيديو اليوم كما راكم تشوفوا عندي هذا البلاطو جاي متنوع، فيه 3 اشكال بعجينه واحده اللي هي عجينه اللوز ولا كفتة اللوز. كنت اديته لهنا لصديقتي كانت ولدت، الحمد لله على سلامتها ومبروك ما زاد عندها، يتربى في عزهم ان شاء الله يا رب. اول حاجه نبدا بها هي عجينه اللوز. عجينة اللوز اللوسات المعتمدة تقول كيلة تاع سكر أرطب ولا سكر جلاسي مع كيلة تاع لوز بودرة. أنا لهنا استعملت كيلة تاع لوز بودرة مع كيلة غير ربع أو أكثر شوي من نص كيلة سكر، بس أنا ما نحبهاش تكون حلوة بزاف. وكاين اللي يديروا حتى كيلة تاع لوز بكيلة ونص سكر، ترجع على حسب الذوق وكل واحد كيفاه يحب عجينة اللوز تاعو، اللي يحبها يعني حلوة ولا ناقصة حلاوة. انا قلت لكم درت لهنا كيلة تاع لوز رطب مع كثر شوي من نص كيلة تاع سكر جلاسي، خلطتهم هكا مع بعضهم، نحاول نمحرهم بيدي، ومن الاحسن تعودوا ترحيوهم في الاشواق خير وخير. لهنا بعد ما نتاكد باللي السكر جانس لي مع اللوز، راح نزيد له ملعقه تاع مارغرين ونخلطها مليح، يعني نحاول اني ندخلها كشغل حتى بسوها. ومن بعدها راح نزيد لها ثاني ملعقه تاع جلوكوز. شوفوا ملعقه الزبده تعتبر يعني حاجه راح تخليها لكم طريه، هي راح تلعب دور الطراوه في عجينه اللوز. وملعقه تاع الجلوكوز ماده حافظه، ونزيد نعاود نلمها بالماء. كاين بزاف لي يلموها بالسيرو، هذيك اختياري، اللي يحب الحلاوه يخدم سيرو ولا شربات، يعني سكر وماء ويغليهم 10 دقائق ويلم بيهم. وتقدروا ثم تضيفوا ملعقه تاع الجلوكوز ولا تلموا بالماء. ومن الاحسن يعني يكون الماء معدني، يعني ما سيده، باش طول يعني مده الحفظ تاع الحلوى تاعنا. لهنا راح نحاول اني نعجنها، ما تبالغوش في العجن باش من اللوز تاعنا ما يطلقش الزيت تاعو، ليسونسيال تلم وترجع عجينه ملساء. لهنا بعد العجنتها واحد 5 دقائق هكاك، 4 دقائق 5، لم العجين كامل من البول تاعي، ويكون هذا هو القوام تاع العجينه، ما يكون طري بزاف ما يكون يابس بزاف. وثانية ترجع الطراوه على حسب الحلوى وش راح يعني تخدموا. بالنسبه لهذا الدبابه من الاحسن تكون شوي العجينه حاكمه روحها باش ما تعبكمش. في الفاكهه تقدروا تطريوها شويه معليش. نروحوا دوكا نوجدوا الحشو تاعنا. بالنسبه للحشو هنا درت 160 غرام تاع مادلين تاع السوق يعني واجد، مع 40 غرام تاع جوز، رحيتهم مع بعضهم في الاشواق حتى حصلت يعني لهذاك القوام. ونروحوا نوجدوا هنا القناش. بالنسبه للقناش عندي 100 غرام تاع شيكولا مخلطه ما بين شيكولا كحله وشيكولا تاع الحليب، ودرت لها 50 غرام تاع كريمه سائله. الشيكولا كنت ذوبتها في الميكرووند، والكريمه السائله كنت غليتها تقريبا من 2 ملاعق اللي هي 50 غرام، خلطتهم مع بعضهم بهذه الطريقه حتى يتجانسوا وكم تحسوا باللي لون الشيكولا بدا يتبدل. ونخليها شوي تدفى، يعني ما نستعملوهاش هكاك سخونه، غير جوست دافيه، وفي نفس الوقت ما تخليوهاش تجمد ولا تبرد تولي ترجع متماسكه بزاف ومش راح تلم لكم وما تطاوعكمش في الخدمه. بالنسبه للحشو تاعنا نبداو نلمو فيه بشويه. انا كيما هنا تقريبا قلت لكم استعملت 200 غرام 160 غرام تاع مادلين مع 50 مع 40 غرام جوز، رحيتهم مع بعضهم يعني 200 غرام، وراح نلمهم بالقناش اللي هو 100 غرام خالط تاع شيكولا مع 50 غرام يعني 150. انا لهنا تلم لي جوست يعني جاتني العجينه تاعي مليحه، ما هي طريه ما هي يابسه. وهو بالنسبه للحشو المليح يكون شويه طري، لانه القناش من بعد راهو يحكم روحه، كل ما يبرد كل ما يتماسك، وراح ترجعي الكوريه حكمه روحها. لهنا نحاول اني نلمهم ونعجنهم مع بعضهم. قلت لكم حتى تحصلوا على عجين يكون طري نوعا ما، مش طري بزاف، مهم قسمه تكوروه يعني ولا تشكلوه يطاوعكم ما يلصقلكمش في يديكم. ولهنا اكيد لازم ننظف يديا من الحشو والبول تاعكم، يعني هذيك الخدمه تاع كل شيء يتلاصق هنا وهنا مش مليحه، الواحد ما يضيعش. لهنا راح نوزن الكويرات 15 غرام بالنسبه
لا 20 غرام، عفوا 20 غرام بالنسبة للحوش، ونكورهم ونحطهم فوق سيلوفان غذائي ونلوحهم في الكونجيلاتور. لازم يتماسكوا ويرجعوا مكونجليين باش من بعد نغلفوهم بعجينة اللوز، ما يعودوش يطلقوا يعني ويفسدوا لي عجينة اللوز. بالنسبة لنا لعجينة اللوز لهنا عندي أحجام مختلفة. راح نبداو بالرأس اللي نحتاجو فيه 15 غرام. راح نوزن كويرات بميزان 15 غرام، 15 16 حتى 17 معليش. هذه بالنسبة للرأس. ومن بعد نوجدو تاع الجسم نحتاجو فيه 25 غرام. وبالنسبة لليدين والرجلين كل يد نحتاجو فيها ما بين 3 حتى 4 غرام. اذا ما توزنت لكمش يعني على الميزان 3 غرام 4 تقدروا توزنوا 8 غرام مع بعضها، ومن بعد تعودوا تقسموها يعني بالعينكم ميزانكم. لهنا بعد ما حنكورهم كامل نوجدهم باش يسهلوا عليا العملية، ومن بعد نبدا نخدم. واكيد ما تنساوش تغطيوا العجينه تاع اللوز تاعكم كل مره بالفيلم الغذائي باش ما تشيح لكمش. لهنا اول حاجه راح نبداو بها اللي هي الراس، هو اللي راح يدينا الوقت في الخدمه. جبت لهنا الكره اللي وزنها 15 غرام، كورتها مليح حتى رجعت ملساء. جبت عجينه اللوز، عجينه السكر. بالنسبه لعجينه السكر نحتاجو وحده بيضه وحده زرقاء ونحتاجو الاسود. راح ندير كويره لهنا تكون كما نقول احنا اكثر شوي من حبه العدس، نبسطوها ونديروها كأنف بهذه الطريقه. ومن بعد هنا نجيبو رولو ولا موس كيما حبيتو، نعينو ولا نقسمو هذه الدائره على 2 على جهه باش نشكلو الانف تاعنا. وبالكيردون نديرو انصاف اقواس باش نحطو كشغل الفم تاعو. نجيبو لهنا عجينه اللوز او عجينه السكر السوداء، نكوروها هكا دوائر صغيره باش نشكلو الانف والعينين. يعني ها وقت الصوره راهي توضح. وبالنسبه للاحجام راهي تكون هكا قد حبه السمسم ولا قد اقل من حبه العدس البرتقالي. لهنا راح نحاول نثقب، ندير 2 ثقوب بجهة الرأس اللي راح نحط فيها الأذنين. بالنسبة للأذنين لهنا نحتاج العجينة تاع سكر البيضاء والزرقاء. راح نكورهم 2 كويرات يكونوا متساويين، ونحاول اني نبسطهم غير بالاصابع برك. نزيد ندير عجينة الزرقاء ثاني نفس الشيء، نحطهم 2 دوائر فوق بعضهم. انا حاولت اني نخدم دبدوب قبل باش تشوفوا الشكل تاعو يعني ابري باش تقدروا تتبعوا معايا وتفهموني اكثر. بعد ما حطيتهم فوق بعضهم نحاول اني نضغط عليهم من الاسفل برك، يعني نلمهم مع بعضهم وندخلهم في ذاك الثقب. لهنا كي تكون العجينه تاعكم شويه يابسه تقدروا تستعينوا الغراء الغذائي. واذا طريه كيما انا عندي لهنا راني نخدم فيها يعني مباشره، لهنا ما تحتاجوش تستعملوا الغراء، او كما نقولوا العجينه راهي تاع السكر طريه والعجينه اللوز ثاني طريه، راح تطوعكم شي حتقلقكم شويه. من الاحسن انه عجينه اللوز تخدموها قبل باش تيبس وتكون صلبه، يعني تساعدكم في الخدمه خير وخير. لهنا حددت ولا شكلت الاذنين، لصقتهم هكا بالاستعانه بالكوردون هكا باش نعدل لهم لا فورم تاعهم. ودركا نروحو نديرو الجسم. بالنسبه للجسم نجيبو الكريه تاع 25 غرام نبسطوها هكا بالاصابع ونحطو فيها الكره تاع الحشو تاعنا اللي كنا كونجليناه. لازم يتكونجلا، لو كانت تقعد هكاك طريه تخدمي مع عجينه اللوز راهي اصلا شوفوا اللون تاعها كلار جي في الباج، يعني راح تتمسخ لكم تعود طريه ما تطوعكمش مليح في الخدمه. لهنا بعد ما غلفت الحشو تاعي ولا الكره هذيك البنيه غلفتها بعجينه اللوز، نحاول اني نشكل الكره تاعي، يعني نعطيها شكل الجسد تاع الدب تاعي اللي تجي كيما الاجاصه هكا ولا كيما الهرم وتجي بلا من فوق وين راح نحطو الراس، ومن تحت تجي شويه عريضه. نروحو دركا باش نخدمو البافواغ. راح نحلها هكا بالحلال ونطبعها بالقطعه. قطعه بغيتو تستعملوا سامبل ولا بغيتو تستعملوا هذه اللي تجي مشرشفه. بالنسبه للقطعه القطر تاعها يكون 1 ل 4 سنتيم، من 3 ونص من 3 حتى ل 4.
وترجع ثانية على حسب الشكل ولا الحجم تاع الدب تاعك. انا لهنا راهي القطر تاعها 3.5. نديرو جسم تاع الدب تاعنا، نديرو الغذائي، نحطو البافواغ، نزيدو نحطو الراس. دركا راح نروحو نشكلو اليدين. اليدين راح نحاولو نشكلو هكا غير بالاصابع يعني باليدين، نديروها على شكل دمعة. منين تجي ضيقة نربطوها مع بعضها، يعني نلصقوا اليدين مع بعضهم من جهة اللي تكون رقيقة، والجهة الخشنة نديروها زوج يدين. هذه الطريقة اللي حتكون مليحة، تقدروا تثبتوا اليدين مليح مع الرجلين ثاني كيف نفس الطريقة. او عندكم طريقة واحدة اخرى، تنوضوا تكوروا كويرات وتلصقوها يعني جهة اليدين وجهة الرجلين هكا وحدهم بالغراء الغذائي بلا ما تربطوهم يعني من الوراء. نجيبو هنا هذا الرولو تاعنا اللي يجي مشرشف ونقسمو الدب على زوج باش نكملوا التفاصيل اللي تبين لنا الشكل تاعو. جبت هنا شويه تاع عجينه في الازرق، عجينه السكر، ندير دوائر ونلصقها جهه اليدين وجهه الرجلين، وراح نزيد نديرلو كي شغل هكا جيب. لهنا تقدروا تحكموا بالشكل كيما بغيتوا ديروا بطوابع هكا تكونوا صغار، شكل قلب ولا شكل نجمه، نتوما احرار، والتفاصيل اكيد ترجع لكل وحده والابداع تاعها. وبعد هذا الشيء نروحوا نكملوا التفاصيل اللي راح تبرز لنا جمال تاع هذا الدبدوب. اللي هنا راح نديروا الفغاجو، نحمر له هكا شويه خدوده ونكمل له عينيه، ومهم التفاصيل الصغيره اللي تزيد توضح الجمال تاع هذا الدبدوب. لهنا بزاف البنات تقدروا نتوما تبدعوا كما بغيتوا. كما انا لهنا كنت زدت له تاج صغير درتو بعجينه السكر وصبغته بالذهبي. تقدروا تزيدوا له تور تاع البافواق هذيك الكل ديروا لها بالملمع الذهبي. وتقدروا ثاني ديروا له بابيون جهه الرقبه ولا بابيون جهه الاذن هكا اذا كان في الغوز يعني وتاع طفله. تقدروا الاذنين ثاني تنقطوهم بالابيض. انا كما لهنا نقط بالملون الغذائي، درت بودره زدت له شويه تاع الماء ونقط لهنا العينين، درت لهم زوج نقاط. لهنا شوفوا كما هذه اللمسه تزيد فيه بزاف ويعود عينيه يعني يعودوا ملفتين، ماشي كما كي تكون نقاط هكا كحل هذا مكان. واكيد ما نساوش ثاني نديروا له الشفار ونديروا له الحواجب. شوفوا لهنا كنت درت قلت لكم هذه النقاط. تقدروا المهم لازم يكون كولورون يا بودره تزيدوا له شويه تاع الماء ولا كولورون تاع جل، باسكو السائل راهو ما يخدمش الخدمه هذه. وخدموا بانسو هكا يكون رقيق ولا بكوردون كما درت لهنا. راح نحاول ندير له الشفار وندير له الحواجب. المهم كان هذا هو شكل تاع الدبدوب، ان شاء الله يكون عجبكم. وبالنسبه للاشكال الاخرى اذا راكم مهتمين وعجبتكم لا فيديو خليوا لي في التعليقات، اكيد نعاود نشاركها معكم وبادق تفاصيلها. واعطوني رايكم يعني عجبكم ما عجبكمش، اسكو نتوما من محبين هذه الحلويات ولا لا تشتيو حاجه سامبل وسهله مهله. المهم انا نموت على الاشكال واي حاجه تكون هكا جديده وفيها خدمه تلقيني عليها. واللي بقات معايا لنهايه الفيديو نقول لك ما تنسينيش من الاشتراك اذا ما كيش مشتركه اول مره تشوفي قناتي، وبارطاجي هذا الفيديو مع صحاباتك وحباباتك باش تكبر العائله تاعنا. ونبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو في فيديوهات لاحقه ان شاء الله. وعندي بزاف افكار حنشاركها معكم، اكيد راح تعجبكم. وقبل مهم حبيت نشارك معكم هذا البراج تاني كنت ديته معايا. انا نموت على البراج في الشتاء، كي جربته قلت والله غير نديها طوق معايا. ويا ملا تبقاو على خير، نتلاقاو في فيديوهات لاحقه ان شاء الله. سلام.